الزغلول ميت. يا حلاوة. طبيعي خالص. بص كده. ايه ده؟ انا هسيبه تاني، مش عايزه. نبدأ كده معاكم بسم الله، وان شاء الله النهارده هنشوف ايه اللي حصل لفرد الحمام. وحاجة حصلت يعني في ناس يعني مش هتصدق ايه اللي حصل له، او ايه ده، او جه منين، الله اعلم. من غير مقدمات ياما تعال نشوف الحاجة الاول. طبعا الطوب اهو، ان شاء الله في خلال يومين او 3 ايام هنبني. ده فرد الحمام يبان كويس قدامك، وفرد الحمام تمام، وفرد حمام صوافه من الحمام اللي هو مثلا يعتبر من اول الحمام اللي انا طلعته عندي، او اول حمام طلع عندي صوافه. يعتبر اول فردين طلعوا عندي الجزازي ده، وفي واحد كمان ابيض. هتشوفوا دلوقتي فرد حمام عادي طويل كويس لونه جزازي طبيعي خالص. بص كده. ايه ده؟ في ناس هتقول دمعة عين. بصوا اهو، في ناس هتقول لي دمعة عين. مش دمعة عين، لانه كان جايله دمعة عين وعزلته عينه الحمد لله سليمة، والعنباية اللي كان جايله دمعة عين في نفس الوقت الحمد لله عينه دلوقتي تمام. السحن والصوافة واي حاجة عندي جالها دمعة عين عالجتها في يومين او 3 ايام. القطرة اللي هي تايلو ديت في 3 4 ايام تخلصك من دمعة العين. 3 4 ايام كده قطرة كل يوم الصبح والمغرب، نقطة في العين ديت وفي العين التانية، واحدة في البوج وخلاص. بصوا عينه ديت مش دمعة عين. أول مرة أشوف فرد حمام كده. ديت مش دمعة العين. دمعة العين بيكون فرد الحمام عينه باينة قدامك كده ومدمعة أكنه بيعيط. ديت مش دمعة عين. طب إيه السبب؟ بصوا، طبعا ده جدري معروف خالص، ده طلع له بعد دمعة العين. بس ديت إيه؟ أنا مش عارف بأمانة. مش هقول لك أنا عارف وده مرض معين، لا أنا مش عارف المرض ده إيه. أول مرة في حياتي أقابله. ده فرد الحمام صوافة وتقريبا طلع الذكر تقريبا والله اعلم. ده فرد حمام اللي هو كان عندي من زمان، الذكر او النتايه مش عارف، بس هو باين ذكر، فانا هسيبه تاني، مش عايزه. خلوا دي هنا. في حاجه حصلت كده شايفها معاكم اهي. بصوا، الحلبي جاي من على الحصى الكينج. ده معناه ايه؟ ان الحصى يا اما مكبوس يا اما غير مخصب، وده في الاغلب مكبوس. الحصى ساجق والزغلول ميت. اللهم صل على النبي. الزغلول ميت. يا حلاوة. طبعا اللي لسه شايفه معاكم دلوقتي مش عارف بقى اللي حصل ده. طب التاني التانية فاضية. التانية فاضية. حصل كينج ملناش نصيب فيه الحمد لله. ده الكينج طبعا جام من على الحصوايه لان خلاص عدى ميعادها. طبعا اي حمام لما ينام على الحصى ويعدي ميعاد فكس الحصى بيقوم من على الحصى تلقائي كده، بيقوم من على الحصى. عدوا والحصوايه بلاستيك سجع. الزغاليل مش واحد مثلا عنده سلكات كويسه او عنده حمام كويس او عنده حضان حنين او كلفه كويسه او مكان كويس، لا، الزغاليل ديت نصيب. يلا ادخل يلا. طبعا لسه ان شاء الله هنعمل لهم عيون واسعه ان شاء الله، يعني هتكون في السلاكه التانيه هو والهزاز، وهنبدا ان شاء الله نسيبهم. تعالوا كده نشوف الهزاز طلع ولا لسه. الهزاز لسه ما طلعش، لسه الهزاز ما طلعش. في كام حاجه حصلت عايزين نشوفها مع بعض، مش هوقف الكاميرا خالص، هنشوفها كده تلقائي مع بعض ونشوف ايه اللي حصل. اول حاجه حصلت دول طلعوا حصويه واحده بس، التانيه تحتهم، التانيه لسه قدامها شويه. لو طلعت الفايد دلوقتي، لو طلعت يعني الزغلول دلوقتي هيموت. التانيه لسه بتطلع دم، حاولت اطلعه لقيته في دم لسه. الزغلول الحمد لله عايش وبيحاول يطلع تمام، فهسيبه لحد بالليل، هبص عليه تاني بالليل. لو لقيته لسه ما طلعش هحاول اطلعه، بس مش هطلعه كامل، هطلع وشه بس او دماغه بس. اول ما دماغه تطلع، الدماغ ديت لو طلعت وتنفس خلاص ما تقلقش عليه،
ممكن يقعد معاك يومين زي ما حصل مع دول اللي هم قاعدين يخبطوا دول. بيخبطوا طبعا عشان عايزين ياكلوا، ده ميعاد كلفتهم، بس انا بكلف بعد الفيديو. بالذات اللي عنده زغليل هو اللي بيخبط، اللي عنده زغليل هو اللي بيخبط وعايز ياكل. ده لقيته طالع، ده الحمد لله لقيته طالع وكويس زي ده بالظبط، زي التاني ده بالظبط، زي ما هو طالع بالظبط. ساعدت الزغلول ده وهو كان في الحصوية، طلعت بس دماغه خليته يتنفس، هو ده اللي خلاه اصغر من اخوه. بس الزواجل عامة بتاكل كويس، يعني دول زواجل طالعين معاهم او جاب لهم بيومين. بصوا الحمد لله تمام وكويسين وصحتهم كويسة وجد بعض. الزواجل عامة بتاكل كويس. قوشة بسمسمة، تحتهم حصى صوافة وتحتهم فايدة الصوافة. الجمعة الجاية ان شاء الله هنطلعه وهنفتح الزغاليل مع بعض بعد ان شاء الله ما نبني ونخلص بناية. طبعا الكينج ملناش نصيب فيه. بصوا دي اللي احنا لسه مسايبينها، ديت اللي احنا لسه مسايبينها اهي طلعت تاني. ده بندق واخته، النتايتين دول اتباعوا، ودول تحتهم الزغاليل بتاعته طالعين شغلباز احمر. والنتايه ديت زي ما قلت لك هي حافظه المكان عندي، بس مش عارف طلعت منين. لقيتها هنا واقفه هنا امبارح بالليل فمسكتها حطيتها في العين، بس مش عارف طلعت منين. لغايه دلوقتي مش لاقي تفسير هي طلعت منين. تاني يوم لقيت العين مقفوله والنتايه طالعه. ميك اهو، السحن والانجليزي دول العنب همت. دي الزغاليل اللي احنا لسه موقفينهم، وفي هنا كمان شويه زغاليل طلعوا للنش، وفي زغاليل كمان هتطلع، بس انا مستني كل الزغاليل تطلع مع بعض هنبدا ان شاء الله نفتح لهم مع بعض. دول 4 زغاليل، 2 صوافه، 1 جزازي، 1 بديري، 1 قبل اخضر، و1 عنبايه شوافه. في ان شاء الله فايده صوافه كمان طالع، وفايده جدجاطي اسود، وفايده حمام ساكورتا اكيد انتوا عارفينهم، ولو في وقت ان شاء الله هنشوفهم في الاخر مع بعض. لو لقيت الفيديو مش طويل، بس الناس بتطلب برضه فيديو طويل، بحاول اطول الفيديو على قد ما اقدر، بس الفيديو ما بيكونش فيه حاجه تتقال. اهو ده حصل كينج، اللي ما شافش الفيديو بتاع النفاخ لازم يشوفه. ده الجدجاطي اهو تحته الزغلول الاسود، وده الساكورتا بس هو مش طالع ساكورتا. والصافي هناك، الصافي هناك تحت قوشه وسمسمه. في بعض الناس عايزه تشوف انا بكلي في الحمام ازاي. طبعا بعد ما السطل اتكسر بجيب الطاجن كده، ملهاش علاقه بالسطل، انا بكلي في الحمام ازاي يعني بحط الكلفه ازاي. بصوا اهو حاليا كده دي اللي معاه زغاليل، بس دول معهمش زغاليل فهم ايه ياخدوا شويه دول بس. هحط لهم شويه ياكلوهم احسن ما يوجعوهم. دول معاهم زغاليل فشويه كده حلوين، ولو خلصوا بحط لهم تاني، ده لو خلصوا. اما في حمام بيتدلع ولا يجيب يوجع كلفه زي ما انت شايف كده. شايفين الكلفه قد ايه؟ ده في خلال يومين، انا لسه منضف الجمعه، في خلال يومين السبت والحد لقيته موجع كده. النهارده الاثنين، وده حص اهو. هنكمل كلفه بعد الفيديو. شايفين الحمام بيعمل ازاي؟ بدات احط له كلفه شويه عشان اجوعه، ما كانش زمان بيعمل كده، كان زمان بيتدلع. تعالى بقى نجيب النتايه اللاحق، تعالي نحطها مع المعلق اهو. هيبدا بقى يزوم عليها وان شاء الله هياخدها اهو. احلى حاجه في العين السلك او في العين لما تكون سلك بتشوف الحمام اللي جوه بيعمل ايه. لو العين خشب مثلا، لو العين خشب بصوا مش واضحه، بس العين سلك بتكون واضحه معاك. طبعا ان شاء الله هيطلعوا حمام احجام والاتنين حنينين وكويسين خالص. الهزاز والكينج هيتنقلوا هناك لما العيون بتاعتهم تيجي، وان شاء الله في باكستاني وانجليزي، انجليزي احمر وباكستاني هيجوا في ال3 عيون دول. والسحن هيكون لها عيون تانية، السحن هيكون لها مكان تاني، 8 عيون ان شاء الله هيتحطوا في المكان ده، هيكونوا للسحن. وال4 اماكن دول هنجيب بقى بوازه، نجيب بقى انجليزي تاني، نجيب اللي احنا عايزينه، نجيب بقى نوع مختلف، اي نوع ان شاء الله احنا عايزينه هنجيبوه في العيون ديت. ودول الزواج اللي عندنا. وفي جوز كمان هيجي هنا لما نلاقي جوز كويس. تمام.
نكلف قوشه وسمسمه. ادي قوشه وادي سمسمه. بكيزه وزغلول، في اسم طبعا اتجالي قدامي، بكيزه وزغلول. بصوا، في واحد كان بيقول لي سمي النفاخ بكيزه وزغلول، انا هسمي دول بكيزه وزغلول الهزاز، لان الهزاز من الانواع اللي انا مستحيل ابيعها ان شاء الله، فالهزاز هنسميه بكيزه وزغلول. اما نفاخ بيكا ومشمشه. بيكا ومشمشه النفاخ. مش عارف بقى الاسمين دول حلوين ولا لا، بس اسمين كويسين. بيكا، ده بيكا اهو، ومشمشه. لو حد عنده اعتراض على الاسم يكتب له في التعليقات. ده بيكا وده مشمشه. لو عايزين اسامي تانية اكتبوا له في التعليقات. لو شايف النفاخ ليه اسم تاني احسن اكتب له في التعليقات. النفاخ اهو. في حد بيسالني بيقول لي ازاي بيلعب معاك، هو طبيعته كده. انا اصلا لسه جايبه من حوالي اسبوعين، من اول ما طلعته من الكرتونه وهو كده، طبيعته كده. والنتايه كمان، بصوا النتايه زيه، بس بتزوم كده زومة يعني، بس هي ان شاء الله مش ذكر ان شاء الله. يعني اي حمام دلوقتي ما تستناش منه حصى ياما، ما تستناش منه انتاج ياما، لان اليومين دول يومين جلش. انا كل يوم بنضف، دول ما قعدوش الا في السلاكه يوم واحد، وشايفين ريش الحمام قد ايه في المكان كله. ريش الحمام مليان. اليومين دول جلش، اليومين دول الحمام بيبدل ريش اللي على جسمه. الحته ديت مش سودا، في ناس ملاحظه بتقول الحته دي سودا، الحته ديت فاضيه خالص، ما فيهاش اصلا، فاضيه. بصوا اوضحها لكم خالص اهي، ديت فاضيه، ده جلش. تمام. النتايه بتزوم كده كانها ذكر، ما تخوفنيش بقى والله. اول ما زامت انا خفت والله مش هلاقي نتايه تاني، بس هي ان شاء الله مش ذكر. هي لو ذكر كانوا المفروض ضربوا بعض. ايه يا عم، ايه يا عم بيكا، بيكا اهو. بصوا بيعض ازاي، بيحب يلعب طبعا، عايز حاجه تلعب معاه. يا عم خلاص، يا عم خلاص، يا عم خلاص. انا جبت العين واسعه عشان كده، عايز اكنه سايب، اكنه متربع السايب، وعملتها له عاليه خالص، عملتها له اعلى منه بيامه. بصوا، عملتها له اعلى منه بيامه عشان يكون واخد راحته خالص وهو بيخصب بالنتايه، ويفرد جناحاته والعين تكون تمام خالص. لو عايزين تعرفوا اسعار السلكات الحديد والخشب والعين دي كام اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نعمل لكم فيديو كامل عن اسعار السلكات، الاسعار الجديده للسلكات، لان كل الاسعار اختلفت. فده الفيديو بتاعنا. لو عندك اي سؤال او اي تعليق او اي موضوع عايزنا نتكلم فيه اكتب في التعليقات دلوقتي، وان شاء الله نجهزوه وننزلوه. ولو كملت معايا الاخر فعمل لايك واعمل شير لكل الناس اللي هي مهتميه بتربيه الحمام. كان معاكم علاء من قناه كلام حمام. سلام.